السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد الوصفة اللي كتجي اكثر من رائعة. حريشات ديال السميدة اللي كيجيو بواحد الطعم رائع، يعني غير جربوا الوصفة وغتنال الاعجاب ديالكم. في اناء عندنا السميد ديال السميدة د الحرشة، يعني السميد الرطب. كنقوموا تنضعوا ليه نص كاس الزيت، وكنضيفوا ليه واحد 2 معالق ديال السكر، وكنقوموا يعني بدمج الكل جيدا. كنبسبسوا ديك السميده، يعني تنشربوا ليها داك الزيت هي باطراف الاصابع، وحنايا كندمجوا ديك الزيت في السميد. من بعد غادي نضيفوا واحد الزلافه مع مرش ديال الكوك. يعني كل ما كان الكوك كتير كيكون يعني احسن، يعني كيجي هكا طعمه زوين، وكتجي يعني داك الحريشات ديالنا كيجيو خفاف. يعني غير كتروا من الكوك راه كيجي زوين في الوصفه. وكنقوم كذلك بالدمج ديالو. من بعد كنضيف قطع ديال الزبيب اللي كيكون ديجا مقطع ومرطب في الماء، وغادي نضيف واحد كأس ديال الحليب يكون مملوء جيدا، وكنضيفوا واحد خماره ديال الحلوى من فئه 8 غرام. غادي نحاول ندمج المكونات على هذا الشكل، يعني حتى كيتشرب لينا داك الحليب، يعني السميده ديالنا كامله كتشرب داك الحليب. وكنخليوها ترتاح على جنب باش ندوزو نشكلوها كويرات. نتمنى يعني الصوت يكون مسموع، ونتمنى عافاكم يعني الا كانت شي يعني ما كتسمعوا الصوت جيدا، او لا ما كت زعما ما كتلاحظوش شي حاجه في الفيديو ما واضحاش ولا هذا، خليوها ليا في التعاليق هكا باش يعني نحسن من الجوده ديال يعني الصوره او الصوت. هنايا بعد ما دزت شربات ليا واحد شويه، غادي ندوز نشكلها كويرات على هذا الشكل. كنكون ديجا موجده يعني شويه د السميده مع الكوك في واحد الاناء، وكنمرمد فيهم دوك الكويرات اولا كنضع فيهم دوك الكويرات، وكنهزهم نوضعهم في لاطه الفرن. كنحاول نقادهم هكا بيدي باش يجيونا يعني بشكل دائري، وكنوضعهم في لاطه ديال الفرن اللي كتكون مفرشه بورق الزبده هكا باش نتفاداو يعني تلتصق لينا اولا يعني تحرق من الاسفل. صافي كذلك كنعاودت معكم يعني الكويره بنفس الطريقه، يعني تنقوموا يعني حتى تنكملوا الكميه كامله. كنحاولوا نقادوها من الجوانب بهذه الطريقه. يعني الفيديو راه كيشرح لكم جميع التفاصيل، غير تبعوا الوصفه اكيد غتنجح معكم. وانا هنا بعد ما كملت جميع القطع وضعتهم في لاطه الفرن كما قلت لكم، وتندخلهم للفرن اللي تيكون يعني ديجا مسخن من قبل. تنشعل عليهم من الاعلى ثم من الاسفل، وهذه هي النتيجه اللي كيجيو رائعين. يعني بالصحه والراحه جربوا الوصفه، غتنال الاعجاب ديالكم. واحد الطعم لا يقاوم. نتمنى ان شاء الله الا جربتوا الوصفه اكيد ما تنساونيش من التشجيعات ديالكم، واشتركوا بالقناه.